السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعيني في سفرة واو. سفرتي النهاردة عليها بلوبيف، البلوبيف الأصلي بتاع زمان، أحلى وألذ طعم وريحة للبلوبيف ممكن تتخيلوها، وهنعمله بطريقة صحية جدا ومن غير أي ألوان ومن غير أي مواد حافظة ولا أي حاجة يعني تضر صحتنا. اللون الوردي الجميل ده من مادة طبيعية جدا. معانا نص كيلو من اللحمة وربع كيلو من الدهون. معايا 5 ورقات من الورق اللوري، و5 حبات من القرنفل، و5 حبات من كبابة صيني، و5 حبات من الفلفل الأسود الحب، وعود واحد بس من القرفة، وعود واحد من الخلنجان، وعود واحد من الجنزبيل. هحط الدهون في قاع الحلة وهحط فوقيها التوابل بتاعتي، كلها لازم تكون توابل صحيحة. لو في اي مكون منهم ناقص من عندك او مش متوفر خلاص ممكن نستغنى عنه، لكن ما ينفعش نحط بداله تابل بودرة. لازم التوابل تكون صحيحة وسليمة. هحط عليهم 1.5 لتر من المية، المهم ان المية تغطي اللحمة تماما. وهحط عليهم معلقتين من الملح، معلقتين صغيرين من الملح، وهحط عليهم 4 معالق من الخل. دي مرحلة تخليل اللحمة. هنحط اللحمة كده لمدة أسبوع في التلاجة أو 4-5 أيام. عادة ما الملح اللي بيتحط على اللحمة ده بيكون ملح نيتريد، وهو ده اللي بيدي اللون البامبا للبلوبيف الجاهز. لكن احنا النهاردة هنعمله بطريقة صحية زي ما وعدتكم، فاحنا نقعناه في ملح عادي ومفيش اي حاجة تضر بصحتنا. ده شكل اللحمة بعد اسبوع من نقعها في التلاجة. طبعا لونها اتغير زي ما شفتوا، وصفتها كده وهديها شطفة بس يعني هديها شطفة بس من مية نضيفة، وهجيب حلة نضيفة هحط فيها بصلاية سليمة، وهحط فيها 6 فصوص حبهان. بس عاوزين نفتح الحبهان علشان الحبيبات اللي جواه يعني تطلع كده في السوا وتدي النكهة الجميلة للحبهان. احط معاهم كمان 4-5 ورقات من ورق اللوري، ودي وهحط عليهم 1 لتر من المية، وكمان اللحمة بتاعتي وهنضفها من اي حاجة من التوابل بتاعت النقع. يعني التوابل اللي حطيناها في النقع مش عايزين منها اي حاجة في المرحلة التانية دي، وهي مرحلة تسوية اللحمة. اللحمة دي يعني تقريبا نقدر نقول بنسلقها، بس انا الحقيقة بسلق اللحمة بطريقة تانية. فبالنسبة لي ده مش سلق لحمة. هحط عليها مية، 1 لتر مية، يعني برضو كمية المية اللي بتتحط كمية محدودة، 1 لتر واحد من المية. وفصوص الحبهان الفلفل الاسود برضو تكون حبوب، وهرفعها على النار. واول ما تغلي هدي النار عليها واسيبها لمدة 1.5 ساعتين على حسب درجة السوى بتاعة اللحمة. يعني طبعا بعد السوى هتلاقوا اللحمة صغرت، والدهون اللي كنا حاطينها دي صغرت تماما، يعني هتكش النص بالظبط. وبرضو انا في الاخر مش هستخدم كل الدهون دي، انا حاطه نسبه دهون عاليه علشان انا عايزه الشوربه تكون تقيله ودسمه جدا. على بال ما الشوربه تتبخر انا خلاص عليت عليها النار وسايباها تتبخر وتبقى زي ما انتم شايفين كده كميه بسيطه جدا. جبت انا بنجرايه وقشرتها وبعدين بعد ما قشرتها بشرتها بشر ناعم، وبعدين حطيت عليها شويه من الشوربه. اول ما الشوربه طلعت من يعني والشوربه لسه سخنه، لان الشوربه دي بعد ما هتبرد بتتحول لدهون يعني، فعايزين نلحق نحطها على البنجر عشان ناخد منه اللون الطبيعي للبيف، وفي نفس الوقت قبل ما تجمد كده تتحول لدهون. انا هسيب بس البنجر منقوع في الشوربه على بال ما افرم اول جزء من اللحمه، وبعد كده هصفيه وهحطه عليه عشان يديني اللون الوردي الجميل للبيف. ويبقى كده عملنا بيف صحي وبمكون طبيعي ومن غير اي مواد حافظه ولا اي مواد ولا حتى الوان صناعيه. لو البنجر مش متوفر عندك حطي لون احمر صناعي، بس الحقيقه اللون بتاع البنجر كمان شكله اقرب للون البيف او اللون اللي بيديه ملح النيتريد، اللون الوردي الجميل اكتر كمان من اللون الاحمر الصناعي. البنجر كمان ممكن نحتفظ بيه في الفريزر ونطلعه في اي وقت من السنة لأي وصفة احنا عاوزينها، ويعني مش شرط يكون في الموسم بتاعه.
دلوقتي انا حطيت البنجر خلاص على اللحمه وبكمل فرمها. هفضل افرم فيها لحد ما تنعم الى حد ما، يعني عاوزينها تبقى فيها فتل برضو، مفتله شويه، بس برضو تكون ناعمه، علشان انتوا عارفين البيف يعني عاوزينها توصل لقوام البيف اللي بنشوفه وبناكله، بس يبقى فيها برضو كده ايه كام حته مفتله كده، زي ما انتوا عارفين واحنا بنقطع البيف بنلاقي فيه ساعات كده ايه كام حته لحمه كده مش مفرومه كويس، بيدي طعم حلو وشكل احلى للبلو بيف. نفرمها كويس قوي، وبعد ما نفرمها وهي لسه سخنه، اولا بتتفرم وهي سخنه، وطبعا باضافه الشوربه. انا تقريبا استخدمت كل الشوربه، لان الشوربه اللي عندي دي عباره عن دهون، وطبعا هحط جزء من الدهون اللي انا طبخت بيها، والشوربه اللي عندي دي عباره عن دهون يعني مش ميه او مش سائل، لان انا بخرت الشوربه تقريبا يعني ما بقاش فيها الا شويه الدهون اللي ساحوا من الدهون اللي انا حطاها في سلق اللحمه. اول ما اخلص شايفين اللون الوردي الجميل اللي طلع من اللحمه، هحط بقى اللحمه بتاعتي في القالب اللي انا هشكلها فيه واكبسها كويس قوي، لان موضوع الكبس ده هو اهم حاجه عشان تديني الشكل بتاع البلوبيف بالظبط، وكمان علشان تبقى جميل يعني حلوه معانا. المهم ان احنا نكبسها كويس قوي كده، نضغط عليها كويس قوي بالمعلقه. انا لقيت القالب ده كبير فهفضيها في قالب اصغر، لاني عاوزه ارتفاع البلوبيف بتاعي يبقى عالي وفي نفس الوقت يبقى مكبوس كويس قوي، لكن انا لو سبته في العلبه دي هيبقى ارتفاعه قصير جدا وفي نفس الوقت العلبه واسعه. فهنزله تاني في العلبه التانيه دي وهكبسه كويس جدا جدا جدا، وهسيبه في التلاجة لمده 6 ساعات، على بال بقى ما الدهون اللي في البلوبيف دي تتشمع. خدوا بالكم ان انا كل اللي حطيته ما كانش شوربه، هما يمكن معلقتين ولا 4 معالق من الشوربه، بيسهلوا لي فرم اللحمه، والباقي كله تعتبر دهون، حتى اللي شفتوه كسائل ده ما كانتش شوربه قد ما هي دهون سايحه من السلق ومن الدهون اللي احنا سلقنا بيها. مهم قوي قوي بقى ان احنا نكبس البلوبيف كويس قوي قبل ما نحطه في التلاجة. حركه الكبس دي بتخلي مفيش فراغات ومفيش هواء بين البلوبيف. بمساعده العلبه كده بضغط عليه وزي هسيبه في التلاجة لحد ما يطلع لي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هقلبه بقى زي ما انتوا شايفين وهقطعه معاكم، وهناخد منه احلى بلوبيف، شكل بقى وطعم وريحه احلى من البلوبيف الجاهز بتاع دلوقتي. حاجه كده بتفكرني بالبلوبيف بتاع زمان بالظبط، طعمه غايه في الروعه يا جماعه، ونكهته تحفه جدا. ده غير بقى اللون الوردي الجميل الطبيعي اللي ما حطيناش فيه اي مواد صناعيه ولا اي مواد حافظه. البلوبيف دلوقتي بتاعنا جاهز ان احنا نعمله مع شويه بيض. فزي ما انتوا شايفين كده انا بفتته قبل ما اعمله مع البيض، و نقدر بقى دلوقتي نطبخه على طول. هخلص تفتيت البلوبيف، وفي طاسه سخنه على النار هحط نقطتين بس من الزيت. انتوا عارفين ان البلوبيف مليان دهون كتير، فاحنا مش محتاجين اكتر من نقطتين من الزيت في الطاسه بتاعتنا علشان يسوي البلوبيف. هنسويه زي اي بلوبيف بنشتريه جاهز بالظبط، مفيش اي فرق. هنحط بس القطعه بتاعتنا كده ونحاول نفتتها كويس بالشوكه، وبعدين اول ما تتفتت ولونها كده يتغير وتبقى داخله في السوا، نبتدي بقى نحط البيض عليها، ويبقى البلوبيف بتاعنا جاهز. كم الدهون اللي موجود في البلوبيف سواء الجاهز او البيتي بيبقى كافي جدا، ومش محتاج معاه غير هم معلقه زيت واحده بس. هحط البيضتين بتوعي واقلب بقى بسرعه علشان البلوبيف يتداخل مع البيض، ونبقى بكده حضرنا احلى والذ طبق بلوبيف. بالنسبه لي انا مش شايفه انه محتاج ملح ولا فلفل اسود ولا اي اضافات، بصراحه هو نكهته فوق الهايله بشويه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بتمنى جدا ان يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو عجبكم الوصفه اعملوا لها شير كتير على صفحاتكم الشخصيه علشان توصل لكل الناس، وكل الناس تستفيد وتعمل البيف في البيت. متنسوش تدعموا القناه باشتراككم فيها، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. استنوني كل اثنين وخميس على القناة في حدود الساعة 6 ان شاء الله هننزل وصفة جديدة، ومستنية تعليقاتكم،
ومستنيه رايكم في البيف، ومستنيه اشوف شير كتير بقى للوصفه علشان توصل لكل الناس. ده طبق البلو بيف بتاعنا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.